دايما أول سؤال يجي في دماغ أي حد عايز يبدأ مشروع هو الفلوس. أجيب منين؟ أخد قرض؟ أستلف؟ أبيع هدومي؟ تفتكر هل الفلوس ممكن تكون عائق؟ النهاردة هقولك إزاي لو مش معاك فلوس تقدر تدخل فوق مبالغ خيالية. في الفيديو ده هنكتشف مع بعض 6 طرق عملية تخليك تكسب من غير ما يبقى معاك راس مال وتبدأ تحول مهاراتك لفلوس حقيقية. الطريقة الأولى هي الفريلانسنج، إنك تبيع مهارة عندك بشكل مباشر كخدمة للناس اللي محتاجاها. خليني أقولك على قصة منى زميلتنا في الكلية. منى وهي في سنة تانية بتحب التصميم، عندها برنامج فوتوشوب بس على جهاز قديم. يوم من الأيام صاحبتها طلبت منها تعمل بوستر بسيط لحفلة في الكلية. منى عملته ببلاش واتفاجئت إن الناس أعجبوا بيه. بعدها بيومين نفس البوستر حد شافه وسألها: ممكن تعملي ليا حاجة زي كده بكام؟ كانت دي أول مرة تاخد فلوس مقابل شغلها، 100 جنيه. منى بدأت تحط شغلها على موقع مستقل عربي زي خمسات أو مستقل. كل ما عميل يطلب خدمة تديهم نصحة كويسة. بعد شهور قليلة بقت بتكسب شهريا ما بين 3000 ل 5000 جنيه وهي لسه طالبة. الموضوع بدأ بخدمة واحدة بسيطة بس فتح لها باب كبير. هتقولي ازاي أعمل كده؟ بكل بساطة، حدد مهارتك: تصميم، كتابة، ترجمة، مونتاج أو برمجة. اعمل 3 أمثلة مجانية كبورتفوليو. اعرض نفسك على منصات زي خمسات أو مستقل أو أبورك. ابدأ بالسعر قليل وخليك ملتزم في المواعيد. مع الوقت مهارتك وسعرك هيزيدوا. في إحصائية بتقول إن متوسط المبتدئ على أبورك بيكسب من 200 ل 500 دولار في أول 3 شهور. الطريقة التانية هي الاستشارات. الاستشارات يعني إنك تبيع خبرتك بشكل مباشر، مش لازم تكون بروفيسور ولا دكتور عالمي. إزاي تبدأ؟ حدد إيه اللي أنت مميز فيه، ممكن التغذية، التسويق، أو حتى إدارة الوقت. اعرض جلسة استشارية مجانية لأول 3 أشخاص. وبمناسبة ده فأنا حابب أعرفكم أكتر عليا. معاكم دكتور محمد، دكتور علاج طبيعي وتغذية علاجية. وبمناسبة الفيديو ده فأنا عامل أنظمة تغذية ومتابعة بشكل مجاني لأول 5 أشخاص هيجوا من رشد عن طريق الفيديو ده. اكتب بس تعليق بكلمة تغذية وهتواصل معاك. خلينا نكمل. اعمل صيغة واضحة للجلسة، مدتها، مكانها، والنتيجة اللي هتوصل لها. حط سعر مبدئي زي 100 جنيه للجلسة. جمع تقييمات وبعد 10 جلسات ارفع السعر. وممكن كمان تعمل جلسة جماعية على زوم ب50 جنيه لكل شخص، ولو دخل 20 شخص يبقى 1000 جنيه في ساعة واحدة. الطريقة الثالثة هي الكورسات والورش. الكورس مش لازم يبقى حاجة ضخمة ولا محتاجة استوديو. الكورس ببساطة يعني إنك تاخد خبرة صغيرة عندك وتشرحها للناس اللي محتاجاها. اختار موضوع بسيط زي ازاي تذاكر بتركيز أو ازاي تبدأ دايت. خليها صغيرة ومركزة، ساعتين تكفي. حط سعر الرمز في البداية. استخدم أدوات بسيطة زي زوم وسجل الورشة عشان تبيعها بعدين ككورس جاهز. الطريقة الرابعة هي المنتجات الرقمية. المنتج الرقمي زي الكتاب الإلكتروني أو ملف جاهز أو تصميم بسيط. ميزة المنتجات دي إنها تتعمل مرة واحدة وتتباع 1000 مرة من غير ما تجيف مجهود. كان ليا صديق بيذاكر للثانوية العامة وبيعمل ملخصات مرتبة. بعد ما خلص قلت له: طب ما ترفعهم PDF وتبيعهم؟ عمل بوست: ملخصات كيمياء الشاملة، الملخص الواحد ب50 جنيه. في أول شهر باع ل30 واحد، يعني 1500 جنيه وهو مش عامل حاجة زيادة. الفكرة إن أي حاجة عملتها لنفسك ممكن تتحول لمنتج رقمي، زي ملخصات، وصفات أكل، خطط تمرين، أو قوالب جاهزة. استخدم كانفا أو جوجل دوكس وبيعهم على جروبات فيسبوك أو منصات زي جامرود. الطريقة الخامسة هي التعليم أونلاين. التعليم أونلاين دلوقتي بقى فرصة كبيرة. أنا في سنة تانية كلية اكتشفت إني لما بشرح لأصحابي بيفهموا مني كويس. قلت ليه مش هحول المهارة دي لحاجة أبدأ أدخل منها فلوس؟ وبالفعل بدأت أشرح لطلاب علاج طبيعي وتغذية علاجية. والحمد لله الفيدباك بتاع الطلاب اللي درست لهم كان حاجة مش تصدق، وقدرت أدخل مبلغ كويس جدا بفضل الله. الطريقة السادسة والأخيرة هي الاستثمار الصغير. الاستثمار مش دايما بيحتاج ملايين. أحمد أخويا كان كل شهر بيحوش 500 جنيه. كنت دايما أضحك عليه وأقول له هيعملوا إيه دول؟ بس طلع ناصح واستخدمهم في برنامج استثمار. بعد 6 شهور لقى نفسه كسبان حوالي 1200 جنيه زيادة على اللي حوشهم. وقتها قال لي: يعني وأنا نايم فلوسي بتشتغل؟ ومن وقتها بقى كل شهر يحط مبلغ أكبر. بص مثلا أنا شخصيا كنت بحب القهوة جدا، وكل يوم لازم أنزل أجيبها من الكافيه وأصرف حوالي 50 جنيه. في يوم قلت لنفسي: هو أنا ليه ما أعملش قهوتي في البيت وأوفر الفرق؟ بدأت أجرب وبعد شهرين لقيت نفسي موفر حوالي 3000 جنيه. بدأت أستثمرهم زي أحمد. ولو حابين إزاي كنا بنستثمر الفلوس دي قول لنا في التعليقات. دي بعض النصائح اللي هتفيدك لو فكرت تطلع من قوقعتك وتبدأ. ركز على 3 حاجات: ندرة المهارة،
كل ما كانت مهارتك مختلفة ومطلوبة السعر يزيد. النتيجة اللي بتطلعها، السوق مش بيدفع على تعبك، السوق بيدفع على النتيجة اللي بتديها. طريقة العرض زي ما المثل بيقول العين بتاكل قبل البق، فلو شكل الأكل حلو هتفلك شبعت قبل ما تاكل. في الآخر أهم راس مال عندك هو أنت. ما تستناش لحد ما تكون 100% جاهز، الحركة بتولد الفرص. اختار واحدة من ال6 طرق وجربها لمدة 30 يوم. لو عايز تعيدني خطوة بخطوة اكتب تحت في الكومنت أي طريقة من ال6 حابب تبدأ بيها، وأنا هرد عليك بخطة تنفيذية بسيطة تناسبك. وما تنساش تشترك في قناة رشد وتفعل الجرس لو عايز فيديوهات عملية زي دي كل يومين.